كان ما تحبش تشوف الفيديو هذا ولا ما عينكش باش تسمع القصة هذه، انتي حر، لكن نصيحتي ليك رد بالك على اخواتك واولادك، على خاطر جماعة الدارك ويب ولاو عايشين وموجودين بيناتنا. قصة اليوم مش بعيدة ولا غريبة، عندها تقريبا عامين، أحداثها صارت بين مصر والكويت. قصة اليوم صار فيها برشا حاجات غريبة، والمحزن أكثر إنه بطلها القصة هذه شاب ضايع عداوها عليه كما نقولوا، عمره 15 سنة. وباش نحطكم في الصورة أكثر وما تقولوش إنه مستحيل حد يعداها عليك، الطفل هذا قال نفس الكلام رغم إنه ذكي وأكبر من عمره في تفكيره، لكن رغم هذا اتورط. وكي باش تعرفوا بشنو اتورط بالضبط، باش تعرفوا عليه قصة اليوم اختيرة برشا. أنا ثريا الريماني، كل مرة باش نحكي لكم على حاجة غريبة وعجيبة في العالم هذا، واليوم اخترت باش نحكي لكم على أغرب وأقصى جريمة صارت في الوطن العربي. ووقت باش تسمع الحكاية هذه مش باش تنجموا تجيو لا مع العائلة ولا مع المراهق ولا مع الشاب الكبير والواعي كما قلنا، لكن الحاجة اللي لازم تكونوا متأكدين منها إنه العقل المدبر والمخرج متاع الأحداث هذه الكل إنسان خارق في الذكاء، قادر إنه يتلاعب بأي بني آدم. وكي باش تعرفوا هويته وشنو كان يعمل ماكمش باش تصدقوا، ومستحيل تتخيلوا إنه الشخص هذا ينجم يعمل هكا أصلاً. أما قبل ما نبداو نحب نسألك سؤال، شنو تتوقع حكاية في علاقة بالدارك ويب؟ شنو تتوقعوا يصير فيها؟ وشكون المجرم في الآخر؟ اكتب كومنتير ونحبك بعد ما تسمع الحكاية كاملة ترجع تقرأ. الحكاية متاع اليوم تشبه للأفلام السينمائية اللي ما تتصدقش. نهار 18 سبتمبر 2023 شاب مصري اسمه طارق عبد المتجلي، ولا كما ينطقوها المصاروة طارق عبد المتجلي، شاب عمره 29 سنة، سافر من مدينة أسوان للعاصمة المصرية القاهرة، مشي غادي باش يخدم. طارق شاب مثقف وقاري، لكنه ما كانش ينجم يخدم بشهادته. مرة خدم في قهوة شعبية، هاو يسربي القهاوي، هاو التاي، هاو يولع الشيشة. طارق هذا نجم نقولوا إنه في حياته اللي عاشها الكل مر ب3 مراحل، كل مرة كان يصير فيها حاجة كبيرة تقلب موازين الحياة. وباش ما نحرق لكمش الأحداث الكل، مانيش باش نحكي لكم عليها بالتفصيل من الأول، خليكم معنا. طارق قبل ما يغادر أسوان كان يخدم في قهوة، وتعرف على بنية وحبها برشا، والعائق الوحيد بينه وبينها باش يعرسوا هي المادة، الفلوس. ظروفه كانت على قدها. المهم مرة من المرات ربح 158 ألف جنيه تقريبا، يعني ينجموا يخطبوا له يعرسوا له ويطلع حتى في فواياج زادة. أما الشيء اللي ما كانش طارق حاسب له حساب هو إنه الطفلة اللي حبها وبعد ما ولا عنده برشا فلوس ما عادش عينها فيه، وحتى كعرض عليها الزواج رفضته وقالت له سامحني مانيش متاع بعضنا ومستحيل نقبل بواحد عمل حاجة كيما هكا. طبعا هوني تخموا طارق زعما منين جاب الفلوس، سرقة، ممنوعات، ولا شكون قتل وفصعله بالفلوس هذم. لكن ما تغلطوش فيه، السيد هذا عمل حاجات أبشع برشا من هذم الكل، الشيء اللي خلى الطفلة الوحيدة اللي حبته ترفضه. طارق دخل في ديبريسيون وتعارك مع مولى القهوة اللي يخدم فيها، واصبح من غدوة بطال، كاره روحه والحالة اللي وصل لها. وفي لحظة قرر يهج ويمشي لبلاد أخرى، طلع من أسوان وسافر للقاهرة، وغادي دبر خدمة أخرى في قهوة، صحيح مرة أخرى في قهوة، لكن المرة هذه 3 شهور أكهو وبطل مرة أخرى. الراجل حرفيا مدمر وحاسس إنه حياته وقفت، ما عادش تسوى حد شيء. الحاصل طارق صرف الفلوس اللي عنده الكل وقال كيما جبتهم مرة نعاود نجيبهم مرة واثنين، لكن المرة هذه ما خطفتش. طارق ما نجمش يجيب الفلوس بنفس الطريقة اللي اعتمدها قبل. تعرف على واحد من الفيسبوك اسمه علي خالد. علي خالد مش باش نقول لكم هو شنو، لكن الأحداث هي اللي باش تطرح الموضوع هذا من بعد، خليكم متابعينا.
طارق بعد ما تواصل معاها علي خالد رجع يلوج على خدمة. طارق كما حكينا شاب محترم وكان يعرف كيفاش يتعامل مع الناس، يمكن هذا هو الشيء اللي خلاه فيسع يلقى خدمة أخرى، وبعد نهارين بالضبط لقى خدمة بالفعل في قهوة أخرى كان عامل فيها محترم ويستلطف الناس في برشا مرات. القهوة الجديدة اللي يخدم فيها طارق موجودة في منطقة اسمها شبرا الخيمة. كان ناشط طارق غادي وخدم برشا، وفي الفترة هذيك كان يرى طفل عمره 15 سنة. طفل هذا اسمه أحمد محمد، كان ديما يجي للقهوة والكل الناس اللي في القهوة الكل كانوا يحبوه. كان يظهر أكبر من عمره وذكي وفايق مهف، يعني كما نقولوا احنا دمه خفيف برشا وكلامه وتصرفاته أكبر برشا من عمره. تقريبا اللي في القهوة الكل كانوا يعرفوا أحمد اللي هو ديما يحب الألعاب الشعبية وحزر فزر كما نقولوا، ويغطس في أي طاولة كان فيها لعبة يقعد يتفرج. هكا كان يتعرف على الناس أحمد، وكان ولد الحومة يعني أمه وأبوه معروفين ويعرفوه الناس الكل. أحمد كان في بدنه ضعيف برشا، والكارثة اللي صارت أو اللي باش تصير من بعد كان سببها الضعف هذا. المهم بشوية ولات فما علاقة بين طارق وأحمد، حاجة عادية جدا. طفل ديما يجي للقهوة اللي يخدم فيها طارق بالطبيعة، فعادي إنه تولي بيناتهم نوع من الصحبة بما إنهم يراو في بعضهم كل يوم تقريبا، رغم فرق السن اللي بيناتهم 15 سنة. لكن أحمد أول ما يدخل للقهوة يمشي يجري يسأل على طارق، يسلم عليه، يقعد معاه، وطارق كان ديما مدلو، هاو مرة قهوة هاو مرة جازوزة من غير ما يدفع ولا مليم. كل شيء كان يصير بالمكشوف وعلى عينين الناس الكل. بعد شهرين برك العلاقة تطورت أكثر بين أحمد وطارق، وولاو يمشي ويجيو مع بعضهم، وصلوا حتى وقت الفطور يبرمجوا له مع بعضهم. أحمد وصل يستدعى طارق لدارهم، عرفوا على عائلته، وتخيلوا معايا ردة فعل بو أحمد كي عرف إنه صاحبه المقرب طارق أكبر منه ب15 سنة. البو بالطبيعة خاف على ولده وولا ينبه فيه، رد بالك على روحك، ما تعطيش الأمان، ما تثقش فيه، يشربك شي حاجة ولا يعمل لك حاجة هكا ولا هكا، رد بالك من الدخان ولا حاجات ممنوعة أخرى ماك تعرف. أحمد في الحالة هذه ما خلاش بوه حاير، طمنه، لأنه الحومة الكل كانت تعرف طارق شنو معاه وشكونه مع الناس الكل. مش كان طارق يعني كبير في القهوة، الناس اللي كان يخالطهم أحمد الكل كانوا أكبر منه، يعني عادي. البو هوني يعاود ينبه على حكاية أدق، يا أحمد مهما صار رد بالك تمشي لدارو، دار طارق ما تمشي لهاش، رد بالك، عمرك ما تقعد في بلاصة كان انت وياه فيها، لازم ديما حذاكم الناس وعلى عينين الناس. وبالفعل الطفل أحمد كان رادد باله برشا وواعي بالحكاية هذه، ما كانش فما حاجة غريبة يعني ولا مثيرة للشكوك، حتى نوصل لتاريخ 14 أفريل 2024، يعني بعد صداقة مدتها 6 شهور أكاهو. في النهار هذا أحمد ما روحش لدارهم، العائلة تحيرت، البو يعمل في تليفوناته، من بعد هبط للشارع مشي يسأل في عرف أحمد. ما قلت لكمش اللي أحمد مبطل القراية متاعه يخدم صانع عند نجار. عرف أحمد أكد للبو إنه أول ما يكمل أحمد الخدمة ديريكت يروح. البو زاد هكا تخل بعضه، هبط للقهوة اللي تحت الدار وشي حتى حد ما راه، وهوني تأكد إنه لازم يمشي للقهوة اللي يقعد فيها طارق. سأل العرف غادي، فقال له إنه طارق طلع وما يعرفش وينه. نص الليل جات وأحمد ما فماش ريحته. وقبل ما نكملوا الحكاية لازم نوضحوا حاجة، أحمد عمره 15 سنة، لكن كيما قلت لكم عقله متاع واحد كبير وبمخه رزين برشا، وكان ما جاش يعرف إنه طارق هو صاحب ولده ما يلوش عليه. القلق متاع البو كان الكل جاي من طارق، لأنه من الأول ما كانش طايقه، ما هضموش بالكل، مرتاحلوش. بو أحمد حب ياخد نمرو طارق من عرفه، لكن هوني المفاجأة، حتى حد من اللي يعرفوا طارق ما كان عنده نمرو. يمكن ما جاتش الفرصة باش طلبوا منه حد،
على خاطر اللي حاجته بطارق يعرف وين يلقاه، ديريكت يمشيله للقهوة. طارق كان يجي في الوقت ويروح في الوقت، منظم، وعمرهم ما شافوا عليه أي تصرف هكا ولا هكا. المهم البو حاول يوصل لطارق بالطرق الكل لكن ما نجمش، سلم أمره ورجع نهارتها للدار يصبر في روحه. منا للصباح أكيد ولدي يرجع، وين عنده باش يمشي أحمد؟ ليلة كاملة لا البو ولا الأم خذاو غمضة، ساهرين يستناو في دزة الباب 9 متاع الصباح بالضبط. البو يهبط للحوانة غادي ويسألهم بالواحد على ولده، فماشي حد شافه ولا سمع عليه حاجة. واحد من الجيران قال له اي شفتوا معاه واحد في الثلاثينات يظهر، ودخلوا مع بعضهم للفارماسي. هوني يمشي البو يسأل الفارماسيان، وراه تصويرة ولده أحمد، قال له ايه صحيح الولد هذا جاني ومعاه زاد واحد في الثلاثينات، وبالأمارة شراو من عندي دوايات مخدرة. هوني البو مشى في باله إنه أحمد تعلم يستهلك حاجات ممنوعة، مسكين ما يعرفش الحقيقة. وتواصل البحث على أحمد الماضي ساعة متاع القايلة. واحد من الجيران بحثوا ربي كما نقولوا، قال البو أحمد إنه خدم مرة في دار طارق هذا وعنده نمروه. البو فرح برشا لكنه في نفس الوقت زاد غشوا عليه وطلب النمرو، وأول ما هز الرقم اترشق عليه بالسبان والكلام الزايد. الراجل ما عادش ينجم يتحكم في أعصابه. طارق وقتها رد عليه بنفس الانفعال وقال له يمشي فركس على ولده بعيد عليه، واللي هو من البارح ما شافوش أحمد. وفي الحالة هذه البو قرر إنه يمشي يشكي، وبما إنه آخر بلاصة تشاف فيها أحمد هي الفارماسي، رجعوا وشافوا كاميراوات متاعها واللي بينت إنه بالحق أحمد جاء مع طارق للفارماسي وشراو مواد مخدرة. بالوقت الحاكم مشى لدار طارق، دقوا الباب لكن ما جاوب حتى حد، واضطروا يكسروا الباب لكن يا ريتهم ما دخلوا. الحكاية أكبر برشا من اللي تتخيلوا. طارق من أول نهار بدا يخدم فيه في القهوة كان يلوج على فريسة هي اللي باش تربحوا 27 مليون جنيه. وباش ما يتفسخش الفيديو هذا مش باش نحكي كل شيء، اللي نجم نقوله إنه أحمد تلقاه في الصالة معلق، كل شيء في بدنه من داخل مش موجود، أعضاءه الكل ما كانتش موجودة. مشهد مخيف مرعب وما كانش متوقع. شنو اللي صار للطفل هذا وفي البلاصة هذه بالذات، وعلاش صار فيه هكا؟ يمشيش البالك إنه طارق تاجر أعضاء، ليه؟ لأنه الأعضاء كلها كانت وقتها موجودة، كانت موجودة كلها في ساشي كحلة وملوحة في الكوجينة، مش نقص منها ولا عضو. زعم عليه عمل هكا في ولد الناس. شنو السبب اللي خلى طارق يعمل في أحمد هالجريمة هذه؟ شنو نوع الانتقام؟ ليه من توا نقولكم ما كانش انتقام، الحكاية كلها كذبة. وطارق شدوا الحاكم بعد 4 سوايع أكهو. طارق ساعتها لا قاوم ولا أنكر شيء. طارق كان مدمر نفسيا بأتم معنى الكلمة، ومع هذا حكى كل شيء بالتفصيل كما صار بالضبط، وكشف تفاصيل ما يتخيلهاش العقل. باش تتوضح الصورة أكثر لازمنا نرجعوا لأول حكاية. كنت تفكروا في أول الفيديو قلت لكم إنه طارق عاش 3 مراحل، وفي كل مرحلة كان فما حدث كبير. الأحداث هذم هما اللي وصلونا للجريمة الشنيعة هذه. طارق وقت حب الطفلة وحب يعملوا خطوة رسمية مع بعضهم ويعرسوا، كان العائق الوحيد بيناتهم الفلوس، وحاول بالطرق الكل إنه يحسن من مدخوله لكن ما نجمش. الأكيد إنه إحنا هوني ماناش نبرروا طارق، لأنه اللي يحب يلقى طريق الحلال أكيد باش يلقاه ويجيبوا ربي في الصواب، وخاصة إذا كان هدف الطريق هذا هو العرس. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هوني يقول: 3 حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. المكاتب هو الشخص اللي عنده دين، يعني اللي يكون صادق وعنده دين باش يدفعه ربي ما يخيبوش ويعاونه. أما الناكح
هو الشخص اللي يحب يعرس. في حال توكل على ربي وسعى بصدق، ربي باش يرزقك ويسهل لك الحلال. يمكن المعلومة هذه ما عندها حتى علاقة بالجريمة، لكن اللي عمله طارق ما عنده حتى تبرير. مستحيل يكون تحرك بصدق وخمم في الحلال. طارق تواصل مع واحد على الفيسبوك اسمه أبو حمزة. حمزة هذا سمسار أعضاء بشرية. طارق من فم الباب قال له راني حاجتي بالفلوس، شنو يلزمك؟ لازمنا كلوة. قال له به يا سيدي، حاضر. قعدوا يحكي ويتفاوضوا نهاري، وفي الآخر تمت الصفقة. مشي طارق للسبيطار وصحح على وثائق تأكد إنه تبرع لواحد مريض غادي كلته. قعد أيامات في السبيطار وكيرتاح خرج وقبض فليساته ورجع لدارو. الحقيقة المعلومة هذه مش مؤكدة، هل إنه العملية صارت عام 2012 ولا 2024. يعني طارق وقتش باع كلوته بالضبط مش محدد بوقتش بالضبط، لأنه كل مرة كان يغير فيها أقواله في التحقيق. مرة يقول عملها 2012 لأنه كان مستحق فلوس، ومرة يقول عملتها 2024 باش نجم نعرس. لكن الحاجة المتأكدين منها إنه بالحق باع كلوته السمسار. الطفلة كيف عرفت بحكاية بيعان الكلوة رفضته وقالت له هذا مش حل باش تعمله باش نعرسه، وبعدت عليه. بعدها بالضبط قرر إنه يمشي للقاهرة وخدم في القاهرة غادي، وكما تتفكروا عمل مشكلة وبطل قعد في الدار. الفترة هذيك طارق مشي لنفس الجروب السري ونشر فيه إنه مستعد يبيع جزء من كبدته، وهوني ظهر علي خالد. علي خالد هذا اللي نصحه بمشروع، المشروع اللي باش يربحوا 200,000 دولار من غير ما يبيع ولا جزء من أعضائه. وهوني الطمع حضر ووافق من غير حتى تخمة. قل لي كيفاها كهو؟ سهلة برشا. تخطف طفل عمره أقل من 15 سنة ولازم يكون ضعيف برشا خاطر تبدأ الأعضاء متاعه فرشكة ونظيفة وما فيهاش شحم. انتي معليك كان تقتله وأنا نشريه من عندك. أعضاء الكل ب200,000 دولار. طبعا طارق وافق وعداوها عليه كيما صار معاك انتي توا بالضبط. الموضوع أكبر من هكا برشا. لازم تعرفوا إنه هذا الحدث الثاني الأكبر في حياة طارق. نجيو للمرحلة الثالثة واللي هي صار فيها تنسيق بين طارق وعلي خالد. علي كان يوجه طارق في كل خطوة، مش هكا بركة، حتى كان تستحق فلوس نبعثولك، المهم تلقى الضحية المناسبة وبالمواصفات اللي عطيتهم لك. ذكاء علي خالد هو اللي باش يصدمكم كيما صار لي بالضبط، لأنكم باش تعرفوا من بعد هو شكون وباش تتصدموا من الحقيقة. المهم أول حاجة عملها طارق رجع يخدم في القهوة حسب توجيهات علي بالطبيعة، لأنه غادي سهل برشا أنه يلقى واحد بالمواصفات اللي عطاهم له. وبالفعل من أول يوم عرف فيه أحمد تصور معاه تصويرة وبعثها لعلي. هذا هو المطلوب. أعطاه توجيهات كيفاه يكسبه وكيفاه يتعامل معاه باش يكسب ثقته ويولي صاحبه. كل شيء كان مخطط، وحتى من علي كان مانع منعا باتا إنه طارق يتلاقى بأحمد في أي بلاصة مسكرة. لازمك تكون صاحبه على عينين الناس وقدام الناس الكل باش ما يشك فيك حتى حد. لكن الشيء الوحيد اللي خاف عليه فيه هو الموعد متاع التنفيذ متاع الجريمة. طارق ما نجمش يهز أحمد لداره في أكثر من مناسبة، مش على خاطره يحبه لا، أما الشيء اللي طلبوا منه علي خطير برشا. طارق هوني طلب الاستعانة بصديق باش يسهله العملية. كان مستعد إنه يخطف، أما مش مستعد باش إنه يقتل ويسرق الأعضاء. علي قال له أنا نلوج لك شكون، وكي نلقى شكون نبعث لك يعاونك وأنا نوصلوا ليك. توا ما تنجم كان تخدم وحدك. تخيل أنت 6 شهور والعملية هذه مجهمة عليه مش منجم ينفذها. المدة هذه الكل علي كان يبعث في فلوس لطارق باش يصرف على أحمد. الخرجات والماكلات والكادوات كلها كانت ممولة من عند علي، واللي كان يستنى في التنفيذ بشكل رهيب. بالفعل وصلنا لتاريخ 14 أبريل 2024، كان هذا نهار التنفيذ.
بعد نهارين علي بعث لطارق ليستة متاع دوايات لازمة في العملية هذه متاع نقل الأعضاء. شري كل شيء طلبوا منه، دوايات مخدرة، زرارق، حكك، كل ما يلزم باش يتخبى فيها الأعضاء. لكن طارق نهار التنفيذ اكتشف انه فما دوايات ناقصة ما جابهاش. علي قال له مش مشكل، مش مهمة، تنجم تلحقهم في ثنيتك من بعد وانتي ماشي لأحمد. قعد طارق ناصب العصا على دار أحمد حتى لين جاي وقت مرواحه من الخدمة، وعمل روحه عرضه في الطريق بالصدفة. سبحان الله تلاقى، هيا شرايك نشربوا حاجة مع بعضنا كما العادة. أحمد كما مستنس يقول له اي هاي نمشي ونشربوا حاجة، اما قبل ما نمشيو راهو عندي شوية دوايات لازمنا ناخذوها. وتعداو مع بعضهم الأقرب فارماسي. من لول الفارماسيا ما قبلش يعطيه الدوايات هيكي، لكن كيف زادوا الفلوس مدلوا اللي حب عليه، حتى هو كلي على راسه من الحاكم من بعد في التحقيق كيفاش تعطي دوايات مخدرة من غير أوردونانس. فقال لهم راهو دفع لي الدوبل. المهم طارق وأحمد خذاو الدوايات الناقصة هذيك وتعداو للحماس، خذاو عصير وقعدوا يتمشيو في عقالهم. في العصير هذاك تحطت مادة مخدرة لأحمد، الشيء اللي خلاه يحس بالنعاس والتعب فجأة. فاقترح وقتها طارق إنه يطلع أحمد معاه يرتاح شوية ومن بعد يروح لدارهم. وتبين من بعد إنه ماهيش هذه المرة الأولى اللي يمشي فيها أحمد لدار طارق، أما كان يكذب على دارهم ويقولهم نشوفه كان في الشارع فقط باش عائلته وخاصة بوه يطمن وما يخمم في حد شيء. والحقيقة ما كان فما حتى شك إنه طارق ينجم يضر أحمد يوما ما، أو حتى يفكر إنه يضره. المهم طلع أحمد وحده طارق تكى على الكنابي وجاب له طارق كاس ماء، وبالطبيعة كان فيها مخدر، 4 حبات كاملة من المخدر. أحمد رقد لآخر مرة في حياته، ما عادش فايق جملة. طارق وقتها كلم علي وقال له أحمد حذايا وشربته الدواء، شنو نعمل توا بالضبط؟ علي جاوب باش تعمل اللي تدربنا عليه الايامات اللي فاتوا، تقطع من غير ما تفسد حتى شيء، تمشيش تمس شريان هكا ولا هكا من غير ما تفسد لي السلعة، هاني نقولك. وكل شيء كان يتصور باش الكليونات تشوف على عينيها. نحالوا دبشوا الكل، علقوا في السقف وحلوا بدنه وبدأ يخرج في الأعضاء. العملية كلها كانت تتصور، وطارق كان يستعمل في السكينة كيما علموا عليه بالضبط وحسب تعليماته. كان واضح انه عليه طبيب تشريح ماهر وذكي، كان عنده معرفة وخبرة بكل تفصيلة في بدن الإنسان، ويعرف كل عضو قداه سومه بالضبط. فما حاجات في بدن أحمد ماهيش لازمة، أما وصاه يستحفظ بيهم ينجم يتباعوا. وكما قلت لكم كل شيء تنحى من بدن أحمد اتصور. وهوني طارق فاق بحكاية مهمة، التصوير ما كانتش الغاية منه المساعدة، كل شيء كان ينحيه كان يتصور والمدة طويلة كأنه فيلم وثائقي. هاو قرب للكاميرا، هاو بعد، هاو يمد في كل عضو وحده ويقلبه. يعني الهدف مش إنه ياخذ الأعضاء، إنما تصوير العملية في حد ذاتها هو الهدف. ومن غير ما ندخلوا أكثر في التفاصيل، سي طارق قعد مدة 2.5 ساعة وهو يصور. يعني بلغة أخرى فما حاجة كانت تصير ماهيش واضحة وغامضة. المهم بعد ما صار تفريغ الجثة كلها وعلى أساس باش يتم نقل الأعضاء باش تتباع، علي طلب من طارق باش يحط الأعضاء الكل في شكارة، إيه نعم، وحطهم في فريقو. توا امشي شوف ضحية أخرى. طارق ساعتها تصدم من الكلام هذا وقال له لا يا خويا، تفهمنا الضحية واحدة، 6 شهور ما نجمتش كان اليوم نطبق اللي طلبته منه وتوا تقول لي ضحية أخرى. نسيت باش نقولكم حاجة، طارق وقت العملية تاع التنفيذ كان ماخو حبوب مهدئة باش ينجم يعمل كل شيء، لأنه وقتها كان يقطع في الضحية كأنه يحلم وكان في عالم آخر مش في الواقع. من الآخر طارق قال له مستحيل ندبر ضحية أخرى، رفض، خلينا نتخلصوا الساعة من الضحية هذه. وبكل بساطة علي هوني هدد إذا ما فماش ضحية ثانية ما فماش فلوس، وكان تجيب الثاني نعطيك $1,000,000، رقم خرافي. لكن
طارق رفض الرفض تام، وهوني قال له يزينة عليه. هوني علق التليفون وعمل بلوك لطارق واختفى تماما من حياته. عرفت طارق لحظتها انه كل شيء وفاه، خلى كل شيء كما هو ومشي عمل دوش ومشي للسبيطار الدمرداش وقعد في سال داتونت حتى لين جات الشرطة وهزته وحكي لهم كل شيء بالتفصيل كما صار. وهوني لازم طبيب التشريح اللي كان معاه يتشد، واللي هو وقف على العملية هذه ومسمي روحه على الفيسبوك علي خالد. عملية البحث بدات وتمكنت شرطة الأمن السيبراني تعرف مكان علي خالد، والمفاجأة كانت إنه متواجد في الكويت، وتبين إنه ما هوش دكتور، هو رجل أعمال مصري لبس عليه. طبعاً قالوا إنه الشخص هذا كان يعمل في كل شيء، لكن المفاجأة الأكبر وقت قبضة الشرطة الكويتية على السيد هذا، لأنه ما طلعش هو علي خالد. علي خالد هو رجل الأعمال هذا علي الدين محمد علي الزيات، طفل مصري عمره 15 سنة، وأبوه من أغنياء الكويت، طالب نابغة وقرر، سلوكه وتصرفاته الاجتماعية ولا أروع، يعني شخصيته الحقيقية أبعد ما يكون على شخصيته الافتراضية هذه واللي كان عايشها أونلاين. هذا علي الدين الطفل اللي عمره 15 سنة من مؤثري الدارك ويب، كان يجند في الناس كما طارق وغيره ويبعث لهم في الفلوس باش يقتلوا ويصوروا، وهوني ينشر هو على الدارك ويب. طبعا لا عنده 200,000 دولار ولا مليون دولار، لكن كانت فقط طعم باش يصطاد بها أمثال طارق وغيره. كان يدخل على جروبات بيع الأعضاء ويسأل أمثال طارق ويطمعهم بالفلوس، وكله بهدف التصوير والنشر على الدارك ويب. وأي حد يرجع في كلامه ولا ما ينجمش يطبق المطلوب يختفي من حياته الافتراضية أو الصفحة الرقمية كما صار مع طارق بالضبط، لأنه مستحيل باش يمشي يشكي ويقول راهم تحايلوا عليها في فلوس بعد ما قتلت شكون وطلعت له أعضاؤه. الأكيد إنكم هوني تسألتوا كيفاه طفل 15 سنة يعرف التقطيع والتشريح كله في الدارك ويب، اتعلم من غادي. وكيف سألوه في التحقيق كيفاه كان عندك معرفة بالأنسجة، قالهم أنا ما نعرف حد شيء، لكن نوهم الضحية متاعي إنه نعرف باش يصور لي كل شيء، وحتى من الدويات اللي كنت نعطيها ما هيش كلها صحيحة، ونبالغ حتى ساعات في الطلبات متاعي باش نوهمك الشخص هذا إني أنا طبيب ونعرف. ولليوم التحقيقات ما زالت مستمرة وما وقفتش لا مع طارق ولا علي الدين، وفي الغالب طارق باش يتحكم إعدام، أما علي الدين الزيات اللي اعترف بكل شيء صار في الأغلب باش يتحكم مؤبد وما يتعدمش لأنه دون السن القانوني. وفما مصادر تقول إنه علي الدين الشاب المصري هذا اللي عمره 15 سنة كهو وجند ناس في أكثر من دولة عربية، عدد الضحايا متاعه تجاوزت 30 ضحية. القصة يمكن ظهرت لكم غريبة، لكنها مش من وحي الخيال، إنما من ملف التحقيقات اللي مازال توا ولليوم ما تسكرش. كل يوم نسمعوا تفاصيل أغرب وأفظع، والحد اليوم حتى حد فينا ما يعرف وين باش توفى هالقصة هذه وشكون باش يزيد يتكشف آخر من بعد. هذه كانت قصتنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، وما تنساوش باش تعملوا متابعة ولايك للفيديو.